السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم على قناتي. في هذا الفيديو أدوات فيديو غنتكلم على لقاء المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الليبيري بطبيعة الحال. اللقاء اللي غيتقام يوم الغد بطبيعة الحال الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي بملعب أكادير بطبيعة الحال. إذا مقابلة غتكون قوية بين المنتخب الوطني المغربي، المقابلة اللي باقي لها 25 ساعة ودقيقة واحدة بالضبط. مقابلة غتكون قوية اليوم، جينا نتعرفوا على أقوى تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مركزين: مركز خط الدفاع ومركز خط وسط الميدان، اللي ممكن يواجهوا المنتخب الليبيري بطبيعة الحال. مواجهة كبيرة غتكون بين هاد جوج منتخبات، لا المنتخب المغربي ولا المنتخب الليبيري. مقابلة جد قوية من الجانبين، لا الجانب المغربي ولا الجانب الليبيري. إذا غنبداو بالتشكيلة ديال خط الدفاع، غنبداو بعبد كبير عبقار، 24 عام، لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني، من العناصر المهمة داخل المنظومة وداخل المنتخب الوطني. مستقبلا ممكن تكون بطبيعته تساعد المنتخب الوطني المغربي على بزاف ديال الحوايج بطبيعة الحال. لاعب اللي باينة في الكفاءة الكبيرة غيكون وحده. ممكن يكون لاعب تجربة: يونس عبد الحميد 35 أو 36 عام، لاعب البطولة الفرنسية، كيبقى واحد الاسم كبير صراحة داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي. ممكن يكون لاعب صراحة من الطراز الرافع في البطولة الفرنسية في مركز خط الدفاع. وغنمشيو الآن الظهير الأيمن ديال المنتخب أيوب العلول، 29 عام، لاعب الوداد البيضاوي، اللي كيبقى واحد الاسم كبير صراحة داخل المنظومة وداخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب كفاءة كبيرة صراحة في الوداد البيضاوي، من خيرة اللاعبين للمنتخب الوطني المغربي. لاعب صراحة من اللاعبين العمالقة داخل الوداد البيضاوي صراحة. الظهير الأيسر ممكن نجبرو ناصر المزراوي، لاعب بايرن ميونخ الألماني. ممكن لاعب المنتخب عاوتاني يبدلو المدرب، يبدلو المركز ديالو بطبيعة الحال، يرجعو كظهير أيسر، المركز اللي كيلعبوا فيه كما العادة بطبيعة الحال، لأنه اللاعبين الناجحين في الظهير الأيسر في المنتخب الوطني المغربي. لاعب صراحة من الطراز المزيان. نمشيو لخط وسط الميدان، نبداو بأسامة العزوزي، لاعب بولونيا الإيطالي، من اللاعبين اللي عنده 22 سنة. عيطلو أول مرة ولكن ما دخلوش ضد المنتخب الإيفواري. المقابلة انتهت بالتعادل بإصابة لمثلها، إذا ما دخلش بطبيعة الحال أسامة العزوزي لاعب بولونيا الإيطالي. وحده أسامة العزوزي ممكن نجبرو بطبيعة الحال لاعب أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اللي كيبقى واحد الاسم كبير صراحة داخل المنظومة وداخل المنتخب الوطني المغربي. اسم كبير صراحة، ولكن باقي ما عطاش للمنتخب داكشي اللي كنتمناو. 5 أو 6 سنوات في المنتخب باقي ما عطاش أمين حارث داكشي اللي كنتظرو منه في المنتخب الوطني. كنتظرو شي حاجة كثار من أمين حارث صراحة. هناك سليم أمين الله، لاعب فالنسيا الإسباني، اللي كيبقى واحد الاسم كبير بطبيعة الحال في المنتخب الوطني المغربي. ممكن يعمل بزاف ديال الأشياء اللي هي كبيرة داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي. سليم أمين الله اللي كيبقى واحد الاسم اللي هو كبير صراحة داخل المنظومة وداخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب اللي عنده تكوين بلجيكي وكيبقى اسم كبير صراحة، اللي هو سليم أمين الله. لاعب صراحة باللاعب اللي يعتمد عليه في المنتخب الوطني المغربي بشكل أساسي، إلا ولا كان مصاب أو بطاقات أو شي حاجة بحال هكدا، عارف ممكن ما يلعبوش المدرب. إذا سليم أمين الله كيبقى واحد الاسم اللي هو كبير داخل المنظومة المنتخب الوطني المغربي وداخل المنتخب الوطني المغربي صراحة. سليم أمين الله اللي هو من خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحة. والآن كيلعب فالنسيا الإسباني كمهار مزيان، يلعب في الليغا في القسم الأول. عندنا هو، وعندنا اللاعب عبد الكبير عبقار، عندنا يوسف النصيري، هادو كاملين اللاعبين اللي كيلعبوا في القسم الأول الدوري الإسباني. شي حاجة جيدة، جوج من أصل ثلاثة اللي هما أساسيين، اللي هما أمين الله والنصيري. إذا شي حاجة اللي هي جميلة أنهم يكونوا عندك لاعبين اللي كيلعبوا في الليغا الإسبانية في القسم الوطني الأول، شي حاجة جميلة بزاف. هادشي اللي كاينة. شكرا للمشاهدة ديالكم وإلى اللقاء إلى فيديو آخر.